برشلونة يا جماعة وصل الحكام انه قبل ما يفكر ان هو يصفر عليه هدف لازم يراجع الفار ويبص على الحكم ويسأل مرة واتنين هل الكرة دي اوفسايد ولا جون. النهاردة هانز فليك بيثبت لنا ان هو خلاص هكر كرة القدم، وصل لمرحلة ان هو فعلا بقى حاجة صعبة جدا على الخصوم. مباراة ديربي كاتالونيا حولوا الملاهي 3-0 في شوط اول مكتسح فيه كل حاجة هو عايز يعملها بيعملها. مباراة قدر النهاردة برشلونة بأقل مجهود وفي 45 دقيقة ينهي ديربي كاتالونيا بنتيجة 3 أهداف. الشوط التاني الموضوع اتغير وكان فيه حاجات كتير جدا حصلت من فريق اسبانيول وأكتر من هدف وأكتر من فرصة خطيرة، بس في النهاية برشلونة يقدر إن هو ياخد نقاط المباراة، يستمر على صدارة الدوري، يوصل للهدف 50 ليه في الموسم ده بأرقام قياسية كبيرة جدا. معظم اللعيبة بتشارك، معظم الأساسيين بيأدوا. النهاردة هنتكلم عن مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الأسباني وديربي كاتالونيا. لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك، اشترك في القناة، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. مبدئيا برشلونة مغيرش كتير جدا عن التشكيلة بتاعت مباراة ريال مدريد الأخيرة. التغييرين اللي تموا بدأ بحراسة المرمى في بينيا، خط الدفاع زي ما هو كوبروسي وإينيجو مارتينيز وبالدي موجود، بس التغييرة كانت في كوندي ونزل فورت مكانه. في نص الملعب زي ما هو، بس التغييرة زادت أولمو اللي نزل مكان لوبيز، وكان بيلعب كوبروسي وبيلدي قدامهم اولمو عشان يعمل حركيه اكتر. رافينيا ناحيه الشمال، يمين يامال ناحيه اليمين، ليفاندوسكي ناحيه المهاجم راس حربه. المباراه بدات سريعه جدا من فريق برشلونه وعن طريق عرضيه من الناحيه اليمين، يمين يامال يرفعها، اولمو في السكس يارد يحطها براسه بس ما يقدرش ان هو يوصل لها. كان فعلا يمين يامال رايق في اول المباراه ويطلع واحده بوش رجله الخارجي كده بيفكرنا في ميسي، يضرب الدفاعات والتكتلات بتاعت اسبانيول عشان يلاقي اولمو نفسه جوه السكس ياردة ويحطها جميله، ويبقى الهدف الاول لفريق برشلونه بعد اول 10 دقائق من الاستحواذ والسيطره من فريق برشلونه. طبعا هيمنه على الملعب، كاسادو قافل زوايا الباص، خط الدفاع المتقدم. برشلونه بيعمل اللي هو عاوزه في الملعب زي ما قال فليك وزي ما فرقه لعيبه برشلونه هي زي ما هي عاوزه. استمر الضغط بتاع برشلونة، وبعد 10 دقايق اسيست تاني احلى من اسيست يمين يامال عشان كساده للمباراة الثالثة على التوالي بعد مباراة بايرن ميونخ والاسيست الجميل اللي عمله ليفا، ومباراة ريال مدريد والاسيست الجميل اللي عمله لرافينيا. النهارده المره الثالثه يعمل اسيست جميل جدا المره دي رافينيا، وعشان رافينيا يوصل للكوره في اخر لحظه يحط رافينيا في منطقه الجزاء ورافينيا يحطها من فوق الحارس ويسجل الهدف الثاني. خلاص في اول 20 دقيقه 2-0. اسبانيول حاول يبقى ليه رد فعل، وفعلا عن طريق الهلالي يعمل عرضيه من ناحيه اليمين والكره دي تتسجل هدف. لكن طبعا زي ما اتفقنا الفار بيتدخل، الحكم الملعب يرجع للفار والفار يقول له ارجع الكره اوفسايد بوش رجل الخارجي بتاعه الهلالي. ويستمر ضغط برشلونه، والضغط العالي ده ينتج عنه اخطاء من فريق اسبانيول ويقدر يقطعوا الكوره في نص ملعب اسبانيول، وبالدي من لمسه يسلمها لاولمو. اولمو ما يوقفش وما يفكرش ويسدد تسديده قويه جدا عشان يسجل الهدف الثالث. برشلونه في اول نص ساعه تقريبا بيسجل 3 اهداف، بيخلي ديربي كاتالونيا اللي هو المفروض ان هو ديربي صعب ديربي ملاهي ويقدر ان هو يحسم بنسبه كبيره المباراه. ويبدا برشلونه يحاول ويضيع اكتر من فرصه. شفنا ليفا ضيع فرصه خطيره جدا في نهايه المباراه، شفنا بدري برضو اترفعت له كره عرضيه ما قدرش يوصل لها، وينتهي الشوط الاول بتقدم برشلونه بنتيجه 3 اهداف مقابل لا شيء. طبعا بدا الشوط الثاني ابتدى فريق اسبانيول يحاول يعمل تغييرات، وحصل التغير مع نزول ايمن شريدة المهاجم المغربي اللي عمل تقل الهجوم وقدر ان هو يعمل شكل هجومي كويس جدا لفريق اسبانيول. وابتدى في اسبانيول يخلق الفرص من ناحية فورت، من الناحية اللي كان بيلعب عليها الضغط، واكتر من كرة عرضية. اول كرة اتحسبت اوفسايد سجلوا هدف وبرضه اتحسب اوفسايد. الكرة اللي بعديها بوش رجل خارجي انفرادة جميلة جدا تتعرض، ويقدر فريق اسبانيول ان هو يسجل هدف تقليص الفارق عشان نبقى 3-1. انا حسيت انه تغييرات فليك هي اللي همدت الفرقة شوية، سحبت كاسادو ونزلت جونج يعني تحس ان هو
التوازن اللي كان بيبقى موجود عند برشلونة الدفاعي، وجود كاسادو ويبقى اسطورة قدام خط الدفاع، كانت بتساعد لعيبة برشلونة في الطلوع في الكورة او في التغطية الدفاعية. سحبة كاسادو وفرقت ديونج، تحس ان هو واقف في نص الملعب التاني بتاع برشلونة عند اسبانيول اكتر ما هو دافع واقف في الحالة الدفاعية. الحركة دي كشفت دفاع برشلونة، بيلدي لوحده ما كانش قادر يغطي المساحة. النهاردة شفنا فعلا دور كاسادو لما خرج ازاي برشلونة في الحالة الدفاعية كان مكشوف، وكان بيتلعب عليه مرتدات وكور سريعة. في الهجوم ما ظهرش النهارده اللعيبه في الشوط الثاني. فليك سحب اولمو طبعا عشان يريحه ونزل لوبيز. يمين يامال النهارده كان بيلعب لعب استعراضي اكتر منه لعب للفريق، خصوصا بعد النتيجه الكبيره اللي في الشوط الاول اللي حسست لعيبه برشلونه ان المباراه انتهت. في نفس الوقت ليفا في الشوط الثاني ما ظهرش كتير، كان ممسوك. رافينيا في الشوط الثاني حاول في اكتر من كوره بس برضه ما قدرش يسجل. في النهايه المباراه انتهت ب3-1. برشلونة مستمر في الصدارة، مستمر بالأرقام القياسية اللي بيحققها. برشلونة حاليا في صدارة الترتيب في 33 نقطة من 12 مباراة، ما ضيعش غير مباراة واحدة بتاعت أوساسونا. فهو تقريبا هي الخسارة الوحيدة اللي في الدوري. في اليورو في الشامبيونز ليج جايب 6 نقط من 9 نقط، أداء عالي. معظم الفرقة راكبة فورمة الفترة دي، إن كان ليفاندوسكي إن كان أولمو اللي كل ما بينزل يسجل وبيثبت إن هو من أهم الصفقات اللي عملها برشلونة الموسم ده. أولمو حاليا تقريبا مساهم في 5 أهداف أو أكتر، رغم إن هو كان مصاب لمدة شهر ونص وما تسجلش في بداية الموسم. رغم كده كل ما بينزل بيعمل الفارق. النهارده شايفين بينيا في حراسة المرمى تصدى لأكتر من كورة واثبت ان هو حارس مرمى ذو جودة عالية. تير شتيجن كان قاعد في المدرجات، شيزن لسه مشاركش، بس بينيا النهارده بيثبت لنا ان هو حارس مرمى يعتمد عليه ومصدر ثقة تقدر ان انت تبني عليه. خط الدفاع ان كان انيجو مارتينيز اللي كل مباراة بيثبت ان هو مدافع قوي جدا بيحتاج الاشادة وعنده قدرة بالخروج بالكورة. فرقة برشلونة وهانز فليك وصلوا لمرحلة ان هم هكروا الكورة، خلاص بقى الموضوع صعب. انت اي منافس بينزل مغلوب 3-0 الشوط الاول، ايه اللي هيقدر يعمله الشوط الثاني؟ فكرة ماتشات التسلل دي فكرة صعب جدا تطبيقها، بس هي بتقتل الفرقة اللي قصادك وبتهمدهم. شفنا المدرب بتاع اسبانيول خد انذار من كتر الاعتراض طبعا على الحكم، بس الفار طبعا موجود، الفار بينقذ برشلونة من حاجات كتير جدا وبيثبت ان الكرة اوفسايد. مباراة برشلونة النهاردة واسبانيول في 45 دقيقة برشلونة قدر يحسم اللقاء وينتصر ب3 أهداف لهدف واحد. الشوط التاني ما كانش أحسن حاجة، بس المطلوب إثباته تم، إنه برشلونة يحصد ال3 نقاط ويستمر في مسيرته في صدارة الترتيب. في مباراة طبعا هتبقى النجم الأحمر أو ريد ستار في دوري الأبطال يوم الأربعاء، هتبقى مباراة مهمة جدا لبرشلونة ومحتاج الانتصار وال3 نقط فيها عشان يستمر في المنافسة والتأهل للدور المقبل من الشامبيونز ليج. أحب أسمع رأيكم في الكومنتات، أنتوا شايفين مين أحسن لاعب في برشلونة في الفترة الحالية؟ هل هو رافينيا أم يامال أو كاسيدو أو كوبروسي؟ وإيه هل برشلونة بنسبة كبيرة كده خلاص هو بطل الدوري؟ احب اعرف رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك واشتركوا في القناة، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.